السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بصراحة انا عايزة اتكلم معاكم في حاجة. يعني انا موضوع ان انتوا حد مثلا يشوف الفيديو وما يحطش حتى اللايك كده، يعني موضوع يعني فعلا يضايق. يعني علشان حتى الفيديو يترفع كده وناس كتير تشوف الفيديو يعني معاكم. ليه ده ما بيحصلش؟ طيب يعني اللي يخليك تدخل تشوف الفيديو حط لايك. عجبك الفيديو حط لايك، مش هتخسروا حاجة يا جماعة على فكرة. بس يعني علشان حتى يعني تعبنا ما يروحش على الفاضي. يا ريت يعني. النهاردة هنعمل أكلة. بصراحة الشيف اللي اخترع الأكلة دي يعني بصراحة يعني فعلا يتقال له شيف. يعني هي اختراع فعلا. أكلة حلوة جدا لذيذة جدا، يعني جربتها قبل ما أعملها معاكم دلوقتي. لا هي حلوة جدا بصراحة. وتسلم ايد الشيف اللي اخترعها. تعالوا نشوف مع بعض. يلا هنبدأ بالمقادير. أول حاجة هنجهزها في الأكلة هي عيش الكريب. تمام. هبدأ بالمقادير بتاعتي. كوباية كده كبيرة من اللبن. احنا عملنا الكريب قبل كده مع بعض وما كانش فيه لبن، لا المرة دي احنا هنعمله بلبن. تمام. في الخلاط كده. وفي نفس الكوباية اللي عايرنا بيها اللبن هنحط مية. يعني هو يعتبر كده نص مية ونص لبن. ممكن كمان نزود شوية لبن شوية لو عايزينه يبقى دسم شوية. تمام كده. وحوالي 4 معالق بس من الزيت. 4 معالق بس فقط لا غير. وبيضة. عملت قبضة الثقة، طرطشت علينا. تمام. عندي هنا هحط نص معلقة كده من الملح. نص معلقة بس. تمام. وهحط نص معلقة من الفلفل الأسود. يعني احنا متفقين ان العجين لازم يكون له طعم زي ما بنعمل في البيتزا. ونص معلقة من السبع بهارات. كل ده احنا بنطعم بيه العيش بتاع الكريب. تمام. وهحط هنا معيار. دي اول معيار كده من الدقيق. ده المعيار التاني. تمام. وهنضربهم في الخلاط. بصوا احنا كده ضربناه في الخلاط. تمام. شوفوا القوام بتاعه كده. هو لسه طبعا احنا هنسيبه يرتاح شويه. تمام. بصوا الخط ما دخلش على بعضه، فده كده ايه القوام اللي احنا ايه عايزينه. هنسيبه يرتاح شويه ونشوف باقي محتويات الاكله. نيجي بقى لتاني حاجه. دي طاسه غويطه كده وفيها حبه زيت حلوين. الزيت يسخن وننزل عليه باللحمه المفرومه كده. بسم الله. تمام. نشوح فيها كده حبه. يعني لو لقيتوا فيها تكتلات كده او حاجه ممكن نفكها بايه، بشوكه او بالهراسه بتاعه البطاطس. بس ايه ناخدها تشويحه كده ايه في الاول. اديناها تشويحه كده وفكينا التكتلات بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. هننزل عليها بحبه سكر اساسي طبعا زي ما انتوا عارفين. نديها تقليبه كده.
وعندي هنا بصلتين مبشورين. تمام. هنزل عليهم يعني هنزل عليها بالبصلتين دول بالميه بتاعتهم. تمام. هنديها تشويحه، اديناها تشويحه حلوه كده، وهننزل عليها ايه بالتتبيله. اول حاجه نحط معلقه ملح، معلقه من الفلفل الاسود، معلقه من السبع بهارات. ممكن تحطوا لها جوز طيب لو عايزين، يعني مش عايزين خلاص. نقلبهم كده كويس. وهنزل عليها هنا بحباية من الفلفل الالوان احمر واصفر واخضر. تمام. نقلبها كويس كده. وعندي هنا دي طماطم انا عاملاها صلصة. اوكي. يعني انا لسه عاملاها دلوقتي حالا. هناخد منها كبشة كده ونحطها على اللحمة بالتتبيلة دي. عندك معلقة صلصة كمان من الصلصة الجاهزة دي؟ تمام. ما عندكيش خلاص عادي، مفيش مشكلة. انا هحط لها حبة كمان. انا عايزة الحشوة دي تكون فيها صوص. تمام. اللي هي ما تبقاش ناشفة. نسيبها بقى تتسبك شوية. بعد ما غلت كده معانا شوية ننزل عليها بمعلقة من البابريكا. ونسيبها تكمل التسبيكة بتاعتها. وعندي هنا على نار هادية احط البصل كده. بسيط جدا 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 كده. حبة بسيطة خالص كده زيت في الطاسة على نار هادية. تمام. وهننزل بالكرب. بسم الله. على فكرة يا جماعة، معروف أول واحدة بتبقي بتجربي فيها. تمام. عايزين النار تبقى هادية خالص زي كده. بصوا بتلاقوها كده فصلت من الجناب.
تمام كده. سخنة جدا، نروح قلبينها كده. انت طبعا ممكن تقلبه باتنين سباتيولا مع بعض، لكن انا يعني بستسهل ان انا اقلبها بايديا على طول. انا بحبها تاخد لون بصراحة، عشان كده بديها راحتها على النار. تمام كده. عايزين نقلبها دي كمان. شايفين كده. هنكمل الكمية بقى ونرجع مع بعض. وهنا خلصنا الكريب او عيش الكريب. تمام زي ما انتوا شايفين كده. هنغطيه بحاجة ونعمل اخر مرحلة في التجهيزات، وهي البشاميل. تمام. عندي حلة هنا فيها حبة زيت حلوين كده، هنسيبهم لما يسخنوا جدا على النار. تمام. الزيت سخن معايا جدا، هننزل كده بمعلقة كبيرة من الدقيق ونقلب. على فكرة بالنسبة للناس اللي ما بتحبش تعمل البشاميل بالزيت، ممكن تعمليه بزبدة، ممكن تعمليه بسمنة، ممكن تعمليه بسمنة وزبدة، ممكن تعمليه بزيت وسمنة، زيت وزبدة، زي ما انت عايزة. بس عايزة اقولك ان لما بيتعمل بالزيت بيبقى جوسي كده، بيبقى خفيف كده وبيبقى جميل. نطشه كده باللبن، ما بيبقاش ماسك نفسه كده وحته واحده كده. يعني انا عن نفسي مش بحبه وهو ماسك نفسه كده ومكتل كده حته واحده. بصوا كل ما هيتقل انا بقلب فيه علشان ما يعملش تكتلات. كل ما هيتقل كل ما هنحط يعني نزود لبن او زودي ميه زي ما انت عايزه. شوفوا البشاميل اللي عامل ازاي، جوسي كده جميل، مش ماسك نفسه يعني. هنبتدي بقى نحط التتبيله بتاعته. واحده مرقه. تمام. نقلب كويس بقى. انا طبعا فركتها، بس هي ايه، لازم برضو تقلبه كويس علشان ما يبقاش فيها حتت كده. شويه من السبع بهارات، شويه من الفلفل الاسود، ونص معلقه من الملح،
ونقلب كويس. ونبشر عليها حبة كده من جوز الطيب، بتدي البشاميل طعم تاني خالص. المبشرة الصغيرة كده. تمام. وهطفي عليها. تهدى شوية وهندقها طبعا عشان لو محتاجة ملح. هنبدأ بقى نجهز الحاجة بتاعتنا في الطاجن. تمام. هنزل كده بشوية من البشاميل. تمام. وهاخد كده واحدة واحدة من عيش الكريب اللي احنا عاملينه. وهنزل بيها كده. وعليها حبة بشاميل. بصراحة أكلة يعني اختراع، والله فعلا حلوة جدا جدا جدا. يعني الشيف اللي اخترع الأكلة دي بصراحة تسلم ايده. اللحمة بقى تقدروا تكتروا وتقللوا زي ما انتوا عايزين، وممكن تتعمل باللحمة وممكن تتعمل بالفراخ على فكرة. زي ما احنا شايفين كده. ماشي. وحبة جبنة عليها كده، والجبنة دي اختياري، يعني مش عايزين عادي مش مشكلة. يعني بس ايه، يعني عايزة امشي على الوصفة بالظبط اللي شفتها، وبصراحة وجربتها كانت تحفة. وكمان انا عندي ولادي بيموتوا في حاجة اسمها جبنة موتزاريلا، عايزين نحطها في كل حاجة بصراحة. نجيب تاني واحدة كده، نفس الحكاية. اللحمة. وعشان كده كنت بقول لكم عايزة اللحمة يكون فيها صوص. كل حاجة فيها بقى تبقى جوسي كده، تبقى حاجة تحفة. اللي بعده وعلى فكرة مش بتاخد وقت.
نكمل بقى ونرجع على اخر طبقة. دي بقى اخر طبقة. تمام، يعني انا هكتفي بالطبقات كده. اوكي، عشان ما تبقاش ايه عالية اوي. بصوا، شوف عاملين عاملة ازاي. شوية جبنة بقى كده من على الوش. ندخلها الفرن. هي مش هتاخد وقت، بس الوش يحمر بس، علشان هي كل حاجة فيها مستوية طبعا، كل حاجة فيها طيبة. فاحنا زي المكرونة البشاميل، هي بس ايه تاخد وش كده لون وخلاص. تمام، ندخلها الفرن ونشوف مع بعض. شايفين يا جماعة الصينية بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، الأكلة الاختراع دي، ايه رأيكم؟ بصوا شكلها حلو جدا جدا. عايزة اوريها لكم كده، ايه رأيكم؟ شكلها حلو جدا. نقطعها، بسم الله. عايزة اخرجها زي ما هي. بصوا، خليكم معايا هنا ثانية واحدة بس، اجيب شوكة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ حاجة كده تحفة بجد والله العظيم. بصوا، جميلة جدا جدا جدا. يا رب تكون عجبتكم الوصفة ويا رب اكون يعني مش عايزة اقول لكم، انا عايزة اكون عملتها فعلا زي الوصفة اللي انا شفتها ان شاء الله. ما تنسوش اللايك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ولايك كتير لو سمحتوا علشان الفيديو يترفع، يعني حتى قدروا تعبنا. بس اشوفكم فيديو جديد، السلام عليكم.